الحمار هيفضل حمار حتى لو قعدت عمرك كله تفهم فيه. وانا هنا مش بتكلم عن الحمار. تفضل 3 ساعات بتحاول تقنع واحد ان هو غلط وهو برضه يفضل مقتنع انه صح، هو كده وخلاص. تدخل على بوست تلاقي واحد كاتب رأي غريب عجيب، تقول لا انا لازم ارد، وتفضل تجيب في ادله ومصادر واحصائيات وتكتب تعليق اكبر من البوست نفسه، وهو يرد عليك بكل برود ويقول لك انت حمار. يعني انت قعدت ساعه تبحث ونص ساعه تكتب في الكومنت وهو خد نص ثانيه بس يشتمك فيها، لا وكمان طلع في الاخر كسبان. عارف ليه؟ لانه خد وقتك ومزاجك واعصابك ببلاش. ترجع وتقولي لا انا مش هسكت، انا لازم ارد تاني. ابوس ايدك ما تردش. الواد اللي قاعد ورا الشاشه ده غالبا قاعد بالبوكسر وبياكل لب وشايفك وانت مسحول في الرد وقاعد يضحك عليه. لو لقيت ان واحد كاتب ان الشمس بتطلع بالليل ما تقعدش تجيب له صور من وكاله ناسا عشان تثبت له انه غلط. ولو حبكت يعني انك ترد قول له صح يا عبقري. النقاش على السوشيال ميديا عمره ما غير راي حد، بس هيغير هرموناتك انت ويجيب لك ضغط وسكر. اشتري دماغك ووفر وقتك، الحمار هيفضل حمار. قول لي بقى ايه اغبى نقاش قابلته في الكومنتات وندمت انك اتدخلت فيه؟